بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيحة ودرس قاسي، درس قاسي من لاعيبة وادي دجلة ومدربهم للاعيبة نادي الزمالك ومدربهم اللي هو لازم يحصل ريبيرو. يعني لازم يحصل ريبيرو. هو الموضوع مدرب أجنبي وخلاص، يعني مدرب اجنبي وخلاص، ويجي واحد يبرق لي طول الماتش، مبرق لي ما بيتكلمش، والتاني قاعد عمال يكتب. بتكتب ايه يا ابني؟ انت عندك امتحان؟ هو انت داخل امتحان عمال تكتب وفرقتك لايصه؟ فشابوه للكابتن محمد الشيخ مدرب وادي دجله ولاعيبه وادي دجله. الحاجه الوحيده بس يا كابتن محمد ان انت خرجت محمد عبد العاطي، انما لو ما خرجتش محمد عبد العاطي كانت النتيجه زادت من 2 ل 3 ل 4. خرجت المعلم ليه؟ ده معلم الكره المصريه، والله العظيم معلم الكره المصريه. ولا حد بقى يقول لي عبد الله السعيد، ولا حد يقول لي زيزو، ولا حد. هي اللعيبه دي اللي هي بتتحكم في اداء 11 لعيب ولا 10 لعيبه. هي دي اللعيبه المعلمين، مش واحد عمال واخد لي توكيل قرانل وفاولات، والتاني برضه في نادي الزمالك اللي اسمه عبد الله السعيد قرانل وفاولات، ولا واحده مثمره ولا واحده منتجه. واحد رايح ب 160 مليون عشان الكورنر وضربه الجزاء، من يوم ما راح ما جاش الا ضربه جزاء واحده وما شاطهاش. التاني واخد توكيل ضربات الفاولات والضربات الركنيه، ولا واحده جه منها جول. غيروا، خلي بنتايك يعمل كورنر، خلي مره الفينا يعمل كورنر، اللي اسمه شكوبانزا يعمل كورنر، احمد فتوح يعمل كورنر، اللي منه لله. فبصراحه شابوه لفرقه وادي دجله، ويستحقوا الفوز اكتر من هدف. يعني مش 2-1، لا، النتيجه لازم 4 و5. اقسم بالله محمد صبحي نجم المباراه، برغم ان الجون الثاني بتاعه لان هي جت في صدره كان المفروض يطلعها بايده، ولكن من البدايه حسام عبد المجيد ده لازم يقعد، اللي منه لله. عندك اللي اسمه احمد فتوح اللي نازل ما عملش دماغ، منه لله. وعندك اللي اسمه عبد الله السعيد، منه لله. وناصر ماهر كان خلص اللقاء ده 2-0، خلاص كانت الفرقه يأست وما بقتش ترجع للمباراه تاني، انما 1-0 دي كانت مشكله، منه لله. وعندك طبعا المدرب اللي ما عندوش فكره، منه لله. ومنه لله اكتر اللي مشى ايمن الرمادي وجاب المدرب العر ده، بجد يعني مدرب والله العظيم مش فاهم حاجه. نص الملعب مسروق منه الشوط الاولاني والثاني وما عملش تغييرات، ولما جه يعمل تغييرات طلع بنتايج. يا نهار اسود، هي البتاع ناقصه قتله، المشرحه ناقصه قتله. فمنهم لله الناس اللي انا قلت عليهم دولت سبب الخراب. وبعدين الاهلي يعمل لكم ايه اكتر من كده؟ يعني النادي الاهلي يعمل لكم ايه؟ خسر امبارح، تصدر بقى انت النهارده وانهي الفتره ديت لغايه ما تعيد حساباتك بقى وتبدا تظبط لعيبتك والمصابين يرجعوا والكلام ده. لا، لازم تعكنن على الجماهير بتاعتك، لازم لعيبه الزمالك والمدرب يعكننوا على جماهيرهم. لا، ما نبقاش اول. والله لو ايمن الرمادي موجود كان زمانك دلوقتي العلامه الكامله 15 بونت من ال5 ماتشات، مش هزيمه وتعادل في 5 ماتشات. وادي دجله النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره. كابتن حسام يا حسن لازم تبص للعيبه الجعانه دي، والله العظيم تاخد منها 6-7. سيبك بقى من لعيبه الاهلي والزمالك، زهقنا ما بيعرفوش يلعبوا. بص الكنترول بتاعهم، بص الاستحواذ بتاعهم، بص امكانياتهم الفنيه، ومدرب مصري عادي. وده شابول اللي اسمه ماجد سامي، ان هو صعد بيهم وخلاه، ما راحش جاب المدربين الهجاصين اللي هم عمالين يمشوا من هنا ويروحوا هنا ويهبطوا هنا ويهبطوا هنا. ده طالع بيهم وبيشوف بيعمل اداء. وخلي بالك ده من اول الدوري وهم ادائهم كده ثابت، بيلعبوا كوره. احسن فرقه بتلعب كوره في الدوري هي ومودرن سبورت. يعني محمد الشيخ في وادي دجله ومجدي عبد العاطي في مودرن سبورت، والباقي كله هجاصين، كله بيهجص على كله والله العظيم. وانت يا حسام يا حسن لو ما خدتش 3-4 لعيبه من فرقه دجله دي يبقى حرام عليك، حرام عليك. ما تاخدش ارمي بقى الاسماء على جنب. الاسماء مش قادره تشيل رجليها، والله ما قادره تشيل رجليها.
فرقه كوره محترمه ماسكه فرقه نادي الزمالك الشوطين، ولا هايبه الموقف ولا خايفه من جماهير ولا خايفه من اسم نادي الزمالك ولا من لاعيبه نادي الزمالك، عارفينهم ان هم كلهم هجاصين. عشان كده مسكوهم ادوهم درس النهارده في كره القدم، درس النهارده لكل المدربين اللي في الدوري وكل لاعيبه الدوري بما فيهم حسام حسن كمان. لو ما خدتش لعيبه من اللعيبه دي اقسم بجلال الله يبقى حرام عليك، يبقى حرام عليك. ده لعيب الكوره محدش يعرف حد فيهم، محدش اسمائهم. ده في واحد اسمه الدياسطي اللي جاب الجون التاني، نجم جايب جون ما حدش يعرفه. طب ده ما ينضمش ليه؟ ما يلعبش ليه؟ ما تدلوش الفرصه ليه؟ واحد زي ده ما ياخدش الفرصه ليه؟ هو والراجل المساك والباك ليفت اللي هو بيحدف اوت، ده تكتيك لوحده. اللي بيحدف الاوت ده اقسم بالله النهارده بقيت اقول يا رب ما تيجي اوت وتيجي كورنر، والله لان الاوت اخطر من الكورنر. وعبد العاطي المعلم ده ما تاخدوش ليه؟ ولا بقى تقول لي امام عاشور ولا تقول لي زيزو ولا تقول لي عبد الله السعيد ولا تقول لي مش عارف احمد حمدي ولا كل ده ولا ناصر، كل ده في الهجايس. ده معلم، عارف يعني ايه معلم؟ يقف يا كرة تطلع من رجله ازاي، بينظم فرقته ازاي، مخلي فرقته تستحوذ على الكرة ازاي. ما تاخده، ده لسه حتى لو 30 سنة ده لعيب كرة هيفرق معاك كتير. بس احنا بنقول كلام، والفانيلا الحمراء والبيضاء ليها كلام تاني خالص عندك. مش انت برضو بتاع ان زيزو يروح الاهلي؟ يبقى انت ازاي هتبص لواحد زي عبد العاطي ده ولا واحد زي الدياسطي ده ولا واحد زي اللي اسمه هو اسمه ايه اللي كان بيحدف الكوره ده، مغاوري ولا اسمه ايه؟ والله بقينا يعني ناسيين اسمه، مش عارفين اسمه ايه. المهم يعني الباك ليفت وخلاص. الناس دي ما تقول انت ما عندكش باك ليفت يا جدع، بيعمل الاوت احسن من الكروس بتاع محمد حمدي واحمد فتوح ومحمد شكري اللي انت هتاخدهم دول والمصحف. بس هتقول ايه وليه؟ لا لا لازم بقى ويعمل توازنات وياخد 13 من الاهلي و8 من الزمالك، وبعد كده حول الله اللعيبه اللي النهارده شرفت الكره المصريه. اقسم بالله فرقه وادي دجله النهارده شرفت الكره المصريه والله العظيم. الكنترول بتاعهم والامكانيات بتاعتهم والاستحواذ بتاعهم احسن من الاهلي واحسن من الزمالك واحسن من بيراميدز واحسن من سيراميكا واحسن من المصري واحسن من، مع ان المصري متصدر. بس انا بقول لك على السيطره والاستحواذ والاستراتيجيه بتاعت ان كله بيعرف يسلم ويستلم من رجل لرجل لرجل لرجل. نفضوا الزمالك النهارده، وخلي بالك ان كل الماتشات بتاعتهم كده منفضين الفرق اللي هم بيلعبوها، بس طبعا عشان الناس مش مركزه عليهم. بس النهارده هم عملوا مباراه عظيمه تاريخيه النهارده. محمد الشيخ هي بس الغلطه الوحيده ان انت طلعت محمد عبد العاطي. لو محمد عبد العاطي موجود كنت بقت النتيجه 3 و4 و5، لان ده استاذ ورئيس قسم، ده معلم بجد، ده راجل معلم بجد. على نادي الزمالك بقى لازم يقعد حسام عبد المجيد اللي هو السبب في الجون الثاني الخساره، لان انت الراجل بينك وبينه خطوتين اللي اسمه احمد فتوح، بتديله بتقول له ادي هناك، والجون الاولاني منك يا عم حسام عبد المجيد فيه اصلا بنتايك هناك وعبد الله السعيد وفي حد ثالث مش فاكر مين، وانت رايح تغطي عليه. تغطي فين؟ سايب الراجل بتاعك، سايب الفرود بتاعك، والونش جاي مرمي نفسه من بعيد عشان يغطي غلطتك، والجون الثاني تعملها باستهتار وتقول فتوح اعملها كده. ده لازم يقعد ويلعب صلاح مصدق بقى، ومشوا الراجل ده يا عم، والحقوا هاتوا ايمن الرمادي تاني، ده جالكم 30 يوم جاب لكم كاس مصر، وقلت لكم ما يمشيش، ده راجل اصلا راجل محترم وراجل فنياته عاليه. انتوا ايه بقى المصلحه اللي عاملينها مع الراجل اللي اسمه فيريرا ده ما عندوش فكره، قاعد يكتب بس تغييراته، بيطلع فتوح بيطلع بنتايج وينزل لي معرفش ايه، وهو اصلا خسران. على العموم مبروك لوادي دجله، وتستحق المكسب استحقاقا وبجداره، فوز مستحق 100%. مبروك لك يا كابتن محمد يا شيخ، مبروك للاعيبه وادي دجله الرجاله اللي هي النهارده خلت جماهير مصر تقول ان احنا لسه عندنا كوره. ايه بس الناس اللي بتفهم، والله العظيم والله العظيم فرقه عندها كوره مش موجوده، لا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، الناس اللي هي واخده صيت على الفاضي. مبروك لوادي دجله، وهارد لك
لجماهير نادي الزمالك. وخساره ان انتوا تحيوهم في الاخر، والله خساره ان انتوا تحيوا المدرب واللعيبه دي في الاخر، لانهم ما استاهلوش وبيفرطوا في اسهل دوري. السلام عليكم.